في جزيرة في وسط البحر المتوسط، واحد من عائلة تورسلي أشهر العائلات اللي بتتاجر في الأسلحة الممنوعة. بيبقى كبير عائلة تورسي قاعد مع عائلة تانية بتحاول تعمل معاه صفقة، وبيعرضوا عليه عملية عن تجارة البشر، فبيرفض تورسلي لأن عيلته ما بتشتغلش في تجارة البشر، وبيحاول التجار يغروا بسن البنات الصغير وسعرهم العالي، لكن تورسلي بيقول لهم إنهم بيضيعوا وقت وبيسيبهم وبيمشي. وبيبقى ماسيمو ابنه واقف بيتفرج على بنت جميلة واقفة على الشط، وبيشوف والده بيحذره من الستات الجميلة، وبيقوله إنه لازم يحضر نفسه لأنه هيبقى الملك من بعده. وفجأة بيتصاب الأب بطلقة من ظهره، ومن قوتها بتصيب ماسيمو، واللي بيبقى واقف قدامه وبيموت الأب، وبيتم إنقاذ ماسيمو. وفي الوقت ده بتكون لورا في اجتماع شركة الأمن المسؤولة عن تأمين المبنى اللي كان فيه تورسلي، واللي بيبقوا اتفضحوا في الإعلام وسمعتهم اتدمرت. وبتبقى لورا المتهمة في عدم تأمينها للمبنى، لكنها بتقدر تشيل التهمة من عليها وبتتهم واحد تاني. وبترجع لورا بيتها، واللي بيكون في حبيبها لكنه ما بيعاملهاش كويس ولا بيبقى مهتم بيها، فبتتضايق لورا منه وبتدخل تنام. وتاني يوم بتسافر لورا مع حبيبها واصحابهم وبيحتفلوا بعيد ميلادها ال29. وفي طيارة ماسيمو اللي بتبقى متجهة لمدينة تانية عشان يتمم صفقة، بيعرف ان في ناس استولت على شحنة الكوكايين بتاعته، وبيبقى بيواجه أزمة من كل العصابات اللي عرفت ان باباه مات. وبيحاول ماسيمو يثبت نفسه انه قوي زي باباه. وفي يوم عيد ميلاد لورا بتبقى قاعدة متضايقة من حبيبها اللي عمال يغني لها وهو سكران وبيخلي شكلها وحش، وبينزل الجرسون المشروب المفضل للورا. وبتفتكر لورا ان حبيبها هو اللي عمل كده، لكن بيقول لها انه مش هو، فبتشك لورا في حاجة غريبة وبتقوم للحمام وبتفضل تبص حواليها. وفجأة بيظهر لها ماسيمو وبيسألها لو هي تايهة، لكن لورا ما بتردش عليه وبتسيبه وبتمشي. وبتبص عليه تاني لكن بتلاقيه اختفى. وبتفضل لورا قاعدة لوحدها لحد بالليل، وبتقرر تروح، لكن بتبقى الدنيا ضلمة جدا والشوارع هادية وبتوه. وفجأة بتظهر عربية قدامها وراجل من وراها، ومن بعدها ما بتحسش لورا بحاجة. وتاني يوم بتصحى بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتعرف انها مخطوفة. وبتفضل مستنية لحد ما باب اوضتها بيتفتح وبتخرج. وفجأة بتلاقي ماسيمو اللي بيبقى نفس الشخص اللي شافته في حفلة عيد ميلادها، وبيسألها لو هي تايهة، وبتتخض لورا جدا وبتتعصب، وبتفضل تسأله عن السبب اللي خلاه يخطفها. وبيحكي لها ماسيمو انه في اليوم اللي مات فيه باباه كان هو كمان بيموت، وفجأة شاف صورتها قدام عينيه، وبيقول لها انها حكاية اغرب من الخيال، لكنه ساعتها حس ان هي اللي انقذته. وبيقول لها انه فضل يدور عليها في العالم كله، لكنه ما لقاهاش لحد ما شافها في المطار وما كانش مصدق انها حقيقة، وقرر انها تبقى ملكه. فبتتعصب لورا جدا وبتقوله انها مش شيء عشان يمتلكها، وانه عندها حياة خاصة وحبيب واصحاب. فبيديها ماسيمو ملف فيه صورة لماثيو وهو بيخونها، وبتتصدم لورا في حبيبها وبتتعصب اكتر وبتقوله انها برضه مش هتكون ملكه. فبيقول لها ماسيمو انه مش هيعمل حاجة غصب عنها، وانه هيديها فرصة انها تحبه في خلال 365 يوم، وبيقول لها انه هيعمل كل حاجة عشان تحبه. وبياخدها ماسيمو اوضتها وبيفضل يعتذر لها عن اللي حصل، لكن لورا بتكون خايفة منه وشايفاه مجرم. وبيبقى ماسيمو بيحاول طول الوقت انه يحسن صورته قدام لورا، وبياخدها معاه في كل مكان بيروحه وفي كل صفقة بيعملها، لكن لورا بتفضل طول الوقت تستفزه وتقصد تجرحه قدام رجالته، وبتخليه يروح معاها وهي بتعمل شوبينج، وبتخليه يشتري لها كل حاجة هي عاوزاها. وبتفضل تتعصب عليه وبتعامله وحش قدام الحرس، وبتسيبه وبتمشي. وبيبقى الحراس هيجروا وراها عشان يمسكوها، لكن ماسيمو بيقول لهم يسيبوها. وبتفضل لورا تدور على اي حد يساعدها، وبتلاقي الشرطة فبتبلغهم انها مخطوفة ومحتاجة مساعدة. واول ما الشرطة بيشوفوا ماسيمو بيسلموا عليه وبيسيبوهم وبيمشوا. وبيبقى ماسيمو معروف في البلد كلها ومحدش يقدر يقف قدامه. وبتفضل لورا تطلب منه انه يجيب لها اللابتوب بتاعها وكمان الموبايل، وانها هتزور اهلها في بولندا، لكن ماسيمو بيقول لها انه هيخليها تعمل كل ده في الوقت المناسب، وبيعزمها على عشاء بالليل. وهناك بيقول لها انها هتساعده يبقى شخص لطيف معاها لانه بيتمنى انها تحبه. وبتبدا لورا فعلا انها تنجذب ليه، ولما بترجع اوضتها بتلاقي الموبايل واللابتوب بتوعها على السرير، وبتفرح جدا وبتكلم صحابها وبتقول لهم انها في روما وهتفضل هناك فتره لانها لقت شغل كويس في فندق. وبتقول كمان انها مبسوطه جدا هنا، وعلى عكس المتوقع انها هتطلب المساعده من صحابها، لكنها بتقرر تقعد مع ماسيمو. وبياخدها ماسيمو لملهى ليلي، وهناك بتستفزه لورا اكتر وبترقص مع راجل تاني، لكن الراجل بيكون سكران وبيحاول يتحرش بيها، فبتصرخ لورا بصوت عالي. وبيشوفها ماسيمو واللي بسرعه بيرفع المسدس بتاعه وبيخلي رجالته تروح للورا، وبيبقوا مقيمين على السفينه في البحر. وبيقول ماريو لماسيمو اللي بيكون مسؤول عن حمايه ماسيمو وعيلته انه بسبب لورا هتحصل حرب بين العيلتين، وبيقول له انه لازم يتخلص منها ويرجع لحبيبته القديمه، وده لانها هتكون السبب في موته في يوم من الايام. لكن ماسيمو بيزعق له وبيقول له ما يتكلمش عن لورا بالطريقه دي. وبتبقى لورا سامعاهم، فبتخرج تعتذر لماسيمو عن اللي حصل، وبتساله لو قتل الراجل اللي
وبيتحرش بيها، فبيقول لها ماسيمو إنه بس ضرب النار على إيده وإنه مش فاهم هي اللي بتعمل كده وليه ما بتسمعش كلامه وبيفضل يلومها. فبتزعق له لورا وبتقول له إنه بيلومها إن صاحبه كان عاوز يغتصبها وإن ده مش ذنبها وبتمشي وبتسيبه. وبيجري ماسيمو وراها وبيفضلوا يتخانقوا على سطح المركب. فبيتعصب ماسيمو وبيزق لورا وبتقع في المية وبينط بسرعة عشان ينقذها، لكن بيكون اغمى عليها. وبيفضل ماسيمو سهران جنبها لحد ما بتفوق. فبتصحى لورا بتلاقيه جنبها بهدومه اللي لسه مبلولة، وبتلاقي إن حد غير لها فبتتخض جدا وبتغطي نفسها. فبيقول لها ماسيمو إن الخدامة هي اللي غيرت لها، وبيطمنها وبيقول لها إنه وقع في حبها واتعلق بيها ومش هيقدر يعيش من غيرها. ومع الوقت بتبدأ لورا تنجذب له بسبب محاولاته إنه يكون شخص كويس معاها، وبتعرف إنه كان المفروض يقتلها لأنها السبب في الحرب ما بين العيلتين. فبتقع لورا في حبه. وتاني يوم بيقول ماسيمو لورا إنهم هيروحوا مع بعض حفلة تنكرية، وبتبقى لورا ما عندهاش لبس للحفلة. فبيجيب لها ماسيمو مصمم أزياء لحد عندها وبيعمل لها كل اللي هي عايزاه وبيخليها تعيش أسعد لحظات حياتها. وبالليل بيروحوا مع بعض الحفلة وبيطلب منها ماسيمو إنه يرقص معاها. فبتتريق لورا عليه وبتقوله إنه أخيرا ماسيمو بيطلب حاجة بذوق وبيرقصوا مع بعض. وفجأة بتيجي حبيبة ماسيمو القديمة أنا واللي بتتكلم مع ماسيمو بالإيطالي وما بتكونش لورا فاهمة حاجة، وبتهدد أنا ماسيمو إنها هتقتل لورا وتاخد منه أغلى حاجة عنده زي ما هو أخد أغلى حاجة عندها. وبيخليها ماسيمو تمشي. وبتسأله لورا عن البنت وبيحكي لها إنها حبيبته القديمة وإنه سابها في اليوم اللي شاف فيه لورا في المطار. فبتسأله لورا عن اللي أنا قالته قبل ما يمشي وما بيكونش ماسيمو عاوز يقول لها، لكن لورا بتكون مصممة. فبيقول لها إنها عاوزة تقتلها. فبتتضايق لورا جدا وبتقول له إنها عاوزة تمشي وبيرجعوا البيت. وبتبقى لورا متضايقة جدا. فبيحاول ماسيمو يصالحها وبتوافق وبيقضوا مع بعض وقت لحد ما بيقول لها ماسيمو إنها تحضر نفسها لطيارة الصبح واللي هتروح لمدينة وارسون في بولندا. وبتستغرب لورا جدا وبتسأله عن السبب اللي هيخليها تسافر. فبيقول لها إنها طلبت منه تزور أهلها وجه الوقت إنها تزورهم، وبيوعدها إنه هيحصلها. وبتتضايق لورا جدا لأنه حجز لها طيارة من غير ما يقول لها وخلاها تسافر لوحدها. والصبح بتتحرك لورا مع واحد من رجالة ماسيمو واللي بيفضل يقول لها ما تغيرش من أنا لأنها من الماضي لكن لورا هي المستقبل. وفجأة بتجيله مكالمة وبتحس لورا إن في خبر وحش وبتفضل تسأله عن اللي حصل لكنه ما بيردش عليها. وبيقول لها إنها هتسافر وارسم لوحدها. وبينزل من العربية وبتسافر لورا لوحدها فعلا. وبتفضل مستنية ماسيمو في شقتها وبتبقى طول اليوم بتحاول تكلمه لكن موبايله بيكون مقفول. وبتكتئب لورا جدا وبتبقى حزينة وحاسة إن ماسيمو تخلى عنها. وبتقرر تروح لأقرب صديقة ليها واللي اسمها مارجو. وأول ما بتوصل بيتها بتكون صاحبتها مش مصدقة وبتقول لها إنها افتكرتها مخطوفة. وبتحكي لها لورا إنها وقعت في حب واحد إيطالي لكنه من عيلة عريقة والعيلة دي مش عاوزة يتجوز واحدة من بره العيلة. وبيروحوا مع بعض المركز تجميل وبتقص لورا شعرها وبتصبغه وبتغير شكلها تماما. وبالليل بيروحوا مع بعض للبار وبيرقصوا مع بعض. وبيعاكس واحد من الموجودين صاحبتها فبتروح عشان تتعرف عليه وبتسيب لورا لوحدها. وفجأة بتلاقي لورا مارتن واقف جنبها وبيبقى شكله حزين جدا ومكتئب وبيحكي لها إنه بيدور عليها بقاله كتير. فبتتعصب عليه لورا وبتقول له إنه خاين. فبيحاول مارتن يبرر لها اللي حصل وبيقول لها إنه كان سكران ومش فاكر أي حاجة، لكن لورا بتقول له إنه كونه ناسي ده ما يبررش اللي عمله فيها وبتسيبه وبتمشي. وبيجري مارتن وراها وبيركب معاها الأسانسير وبيفضل معاها لحد ما بتوصل لبيتها. وعلى الباب بتفضل لورا تتخانق معاه وبتقول له يمشي. وفجأة بيسمعوا هما الاتنين صوت جاي من الشقة وبتلاقي ماسيمو اللي بيقول لمارتن إنه مش فاهم لورا بتقول له إيه بس واضح إنها عاوزاه يمشي. وبيتضايق مارتن جدا لكن لورا بتستفز ماسيمو وبتطلب من مارتن إنه يدخل لكن مارتن بيرفض وبيقول لها إنه هيكلمها بعدين وبيسيبها وبيمشي. وبتتعصب لورا على ماسيمو وبتقول له إنه سابها لوحدها وإنها كانت قلقانة عليه. فبيحاول ماسيمو يبرر لها اللي حصل وبيحضنها وبيعتذر لها. وبيغير ماسيمو هدومه وبتلاقي لورا جروح في كل مكان في جسمه وبتسأله عن اللي حصل. فبيقول لها ماسيمو إنها كانت مشكلة واتحلت. فبتعيط لورا بعد ما بتفهم إنه خلاها تسافر عشان يحميها وبتعترف له بحبها وبيفرح ماسيمو وما بيكونش مصدق إن حلمه اتحقق. وبتبقى أولجا صاحبة لورا بتتجوز الشخص اللي اتعرفت عليه في البار. فبتخلي لورا وماسيمو يحضروا الفرح معاها وبيسألها يقول لأهلها إيه لما يشوفهم. فبتقوله إنه ممكن يقول لهم أي حاجة. وفي الفرح بيجي والد ووالدة لورا يسلموا عليه وبيسألوه عن شغله. فبيقول لهم ماسيمو إنه راجل عصابات. فبيضحكوا وبيفتكروه بيهزر وبيقولوا له إنه هيبقى أول راجل عصابات في عيلتهم. وتاني يوم بيقول ماسيمو لورا إنه ما ينفعش تجيب لفرحهم أي حد من أسرتها وده لأنه هيكون خطر عليهم. فبتطلب منه لورا إنها على الأقل تجيب صاحبتها أولجا لأنها مش هتقدر تعمل الفرح من غيرها. فبيوافق ماسيمو وبتقول له لورا إنها تعبانة جدا. فبيطلب منها تروح للدكتور وبيقول لها إنه مسافر تاني يوم عشان يتمم صفقة وهيرجع لها. وبتكلم لورا
صاحبتها أولجا عشان تعزمها، وبتروح تاخدها من المطار وبيقعدوا يتكلموا سوا، وبتعترف لورا لأولجا إنها حامل، لكنها بتقول لها إنها ما قالتش لماسيمو، فبتتعصب عليها أولجا وبتقول لها إنها لازم تقوله، وبتقتنع لورا بكلامها، وبتستنى ماسيمو يرجع من السفر، وبتخرج لورا مع أولجا للمدينة عشان يشتروا فستان الفرح، وبتكلم لورا ماسيمو وبتقوله إنها هتقوله على خبر مهم بالليل، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض في نفس الوقت اللي بتيجي فيه مكالمة لماريو، واللي بيعرف منها إن عائلة المافيا المنافسة ليهم هتقتل لورا، وبيفضل ماريو يحاول يتصل بماسيمو اللي بيكون أصلا مشغول مع لورا، وبيوصل ماريو لبيته وبيقول لماسيمو على اللي حصل في الوقت اللي بيكون ماسيمو بينادي على لورا في التليفون لأن الخط بيكون قطع، وبتدخل عربية لورا النفق لكنها ما بتخرجش منه، وبتوصل الشرطة اللي بتبلغ ماسيمو إن لورا اتقتلت، وبينهار ماسيمو وهو بيتخيل صورة لورا قدامه، وبيبقى فقد أغلى حاجة عنده. وبس كده بيخلص فيلمنا النهاردة.